مرحبا بالجميع. الأورام الصماء الصغيرة الخلايا تعرف أيضا باسم سرطان الخلايا الصغيرة. المناطق التي يمكن أن تؤثر عليها تشمل الرئتين، ثم يمكن أن تكون في الكبد أو في البنكرياس أو في الغدد الكظرية، ونادرا جدا في الدماغ أيضا. الأكثر شيوعا من بين كل هذه السرطانات الصماء هو الذي يأتي من الرئة، عادة ما يرتبط بالتدخين. الأشخاص الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة لتطوير هذه السرطانات الصغيرة الخلايا في الرئة، وتظهر بطرق مختلفة مثل صعوبة التنفس وإخراج الدم مع السعال، وهو ما نسميه نفس الدم. بسبب هذا قد يحدث انهيار في الرئة ويؤدي إلى صعوبة في التنفس. يمكن أن تنتشر هذه الأورام الصغيرة الخلايا في الرئة إلى أجزاء مختلفة من الجسم، والأكثر شيوعاً هو الدماغ. عندما ينتقل من الرئة الأساسية إلى الدماغ يسمى ذلك بالانتشار. يمكن أن ينتشر أيضاً أو ينتقل إلى العظام. يمكن أن ينتشر أيضاً إلى الكبد. يمكن أن ينتشر أيضاً إلى العقد الليمفاوية. لذلك يختلف العلاج في جميع هذه الحالات. عندما يكون محصوراً في الرئة فقط، فإن ما نقوم به هو إعطاء العلاج الكيميائي. بعد العلاج الكيميائي يمكننا أيضاً النظر في جزء العلاج الإشعاعي، ليس فقط للرئة ولكن كإجراء وقائي. الإجراء الوقائي يعني حتى لا ينتشر إلى الدماغ. نقوم أيضاً بإعطاء الإشعاع للدماغ كإجراء احترازي حتى لا تكون هناك مشكلة في المراحل اللاحقة عندما ينتشر المرض بعيداً عن الرئة، أو ما نسميه بالانتشار، خاصة إلى الدماغ أو الكبد أو العمود الفقري أو العظام، فإننا نحتاج إلى علاج النظام بأكمله كما هو. لذلك ندمج أيضاً إلى جانب العلاج الكيميائي شيئاً يسمى العلاج المناعي. ومع هذه التقنية الخاصة نتمكن من تحقيق سيطرة جيدة على المرض. بالطبع عندما ينتشر إلى الدماغ نحتاج إلى التحدث عن جانب الإشعاع أيضاً لهذه المناطق المحددة، لأن الدماغ منطقة حساسة جداً، وإذا كان هناك أعراض تتعلق بالعظام نحتاج إلى إعطاء الإشعاع كنوع من التخفيف إلى جانب العلاج الكيميائي.